ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم فوتوغرافر اسلام عزت وفلوج جديد النهارده. زي ما وعدتكم كل فتره لما اكون في لوكيشن تصوير او اي حاجه جديده انزلها ان شاء الله هعمل لكم فلوج عنها وهعمل ريفيو عن المكان اللي انا بصور فيه. والنهارده معانا مكان جديد وان شاء الله هحاول اظهر المكان باحسن صوره عشان ما تبقاش ان انا بقول ريفيو وحش عن المكان او كده، وان شاء الله يعجبكم. ويلا بينا نبدا. زي ما انتم شايفين يا جماعه، المكان اللي انا صور فيه النهارده اسمه منتزه مصر الجديده او حديقه المولاند زي ما ناس كتير عارفه، وده شكل المكان. وان شاء الله اصور لكم جوه كذا فيو وكذا مكان عشان برضه تبقوا انتوا عارفين قبل ما تيجوا تصوروا. خش انت بقى من الباب التاني يا مساعد. تعالى هنا اهو. ماشي، التيكت ده احسن كبير. انا معايا. احنا دلوقتي دخلنا يا جماعه، وده تيكت التصوير حديقه المولاند 500 جنيه. تمام، احنا كده دخلنا وهنبدا الفلوج كمان شويه، بس لسه المودلز مجوش. تمام، احنا هنبدا بس لسه شويه عقبال ما اطلع المعدات واجهز كل حاجه. وده التصريح زي ما قلت لكم 500 جنيه ده للمصور بس، 500 جنيه للمصور بس. اي تيكت تاني بيبقى 20 جنيه للفرد. تمام، احنا دلوقتي هنطلع المعدات بتاعتنا، هنجهز كل حاجه عقبال ما الموديلز يجوا وبعدين نبدا. يلا بينا. طلعنا المعدات، سبحان الله ظهرت فجأة. انا بصور النهارده نيكون 750 مع 135 مع فلاش 860 واوكتا بوكس 120. يا جماعه احنا كده بدأنا، طلعنا اوكتا بوكس، ستاند، تريجر، فلاش، كاميرا، وهنبدأ دلوقتي. خلصنا الحمد لله. نبدأ بقى، عمالين نقول هنبدأ، هنبدأ بقى. يلا بينا كده. الموديل جت. ايوه، هنبدأ فاشون شوت. ايوه، فاشون هنصور فاشون شوت. طب يا جماعة هنبدأ دلوقتي الفلوج. معانا الموديل هبة، بس انا هغفلها قبل ما تيجي. طيب احنا نستناها بقى لحد ما تيجي. انا مطلعك فلوج معايا على فكرة. معانا الموديل الجميلة النهارده اهي هبة، من اعز الناس على قلبي وشخصية محترمة وانا بحب شغلها جدا. طلعوا معانا، يلا بينا. فاشن ديزاينر صوفيا عين، من الناس المحترمة اللي انا اتعاملت معاها جدا. هتشوفوا النهارده شغل جميل جدا باذن الله وهيعجبكم. وهبه اضحكي يا هبه، انت عامله كده ليه يا هبه؟ اضحكي يا هبه، في ايه يا هبه؟ يلا بينا نبدا الفلوج. يلا سلام. طب يا جماعه بصور زي ما انتم شايفين، كنت بصور مع هبه وبدانا جو مش حر، لا احنا بنسيح ونيجي بالليل نلاقي الجو ساقعه. ليه كده يا رب؟ ليه يا رب؟
تمام؟ خلاص. فما تقللوش من المصور. المصور يا جماعه بيتعب جدا. مساعد المصور بيتعب اكتر اللي هو انا. نور اخويا يا جماعه اتجوز دعاء، خطوبتهم النهارده وانا فوتوجرافر، وبتعرف تزغرط اهي ما شاء الله عليها. ايه الحلاوه دي يا دود؟ بصوا المنظر، بصوا المنظر يا جماعه، بصوا المنظر يا جماعه. نازله البحر، هي كده نازله البحر. طب يا جماعه احنا كده تقريبا بنفنش خلاص. المهم يعني احنا تقريبا بنفنش خلاص، وصورنا حوالي 22 اوتفيت. خلاص يا حبيبي. المهم صورنا 22 اوتفيت. جو حر جدا 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 جدا. دلوقتي بعد ما خلصت الشغل انا هعمل لكم ريفيو عن المكان، هنزل لكم الصور في الفيديو ده عشان برضو يعني تشوفوا المكان شكله عامل ايه، تشوفوا المكان شكله عامل ايه، وهحاول اصور لكم المكان كله فيديو عشان برضو ايه تشوفوا المكان ينفع ولا ما ينفعش. هو على العموم التصريح بتاعه 500 جنيه. التصريح بتاعه 500 جنيه والتيكت 50 جنيه للفرد. 50 انا حافظ، لا التيكت 20 جنيه يا جماعه. تصريح الكاميرا يا جماعه 500 جنيه والتيكت 20 جنيه للفرد، مش 30 ولا 50، 20 جنيه. هو تقريبا الفيديوهات كلها شبيهه للازهر بارك، واخدين نفس الستايل نفس كل حاجه، بس على جديد. هي لسه متجدده من حوالي سنه، فهوريكم على قد ما ونقفل الفلوج سوا. عيش. خلصنا سيشن النهارده سريع بس متعب جدا عشان الدنيا حر. قولي لنا انطباعك عن المكان. لا المكان حلو جدا وما شاء الله اسلام شاطر، يعني طلع منه لقطات حلوه جدا وعرف يستغله بشكل صح. في كام جزء حتى كانوا مستخبيين كده اسلام اكتشفهم وصورنا فيهم لقطات ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله يبقى السيشن يكسر الدنيا. المكان نضيف، الاماكن اللي بنغير فيها كويسه، تقدر تطلع منه صور محترمه. يعني انا الاول كنت متاخده انه هنصور في اوت دور جناين، وقلت ممكن يبقى في ناس تضايقنا وحاجات زي كده. بالعكس اليوم كان لطيف جدا وسريع وانجزناه طبعا بشطاره اسلام، وان شاء الله يكون سيشن موفق ويبقى ناجح لينا والاسلام والفاشن ديزاينر. موفق بيكم والله يا دعاء. الله يخليك. هيبه يا مكسوفه. مش عارفه مالك؟ دعاء قالت كل حاجه. هو المكان فعلا حلو جدا، دي يعني صورنا فيه قبل كده كذا مره. طبعا يعني في اماكن كويسه نغير فيها وفي كذا لوكيشن للتصوير، ويعني كان يوم لذيذ والحمد لله. ان شاء الله دايما متجمعين على خير. الله يخليك. حاجة. تسلم يا سمسم والله. دايما السيشن بيبقى حلو باذن الله نتجمع تاني ان شاء الله. يا رب السيشن يعجبك. اشوفكم بخير. طب يا جماعه انا كده خلصت الفلوج. هوريكم بس اماكن والفيديوهات اللي انا صورت فيها النهارده، وان شاء الله تعجبكم ويكون الفيديو مفيد شويه بالنسبه لكم. المكان كويس نضيف، لسه متجدد، يعني ما بقالوش سنه متجدد، كويس للعرسان اللي انت تصور فيه فاشن شوت. بالنسبه للمكان اللي انت ممكن تغير فيه كويس برضو لحد ما. التذكره سعرها 20 جنيه للفرد، 500 جنيه رسوم للكاميرا. الحديقه شبيهه جدا 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 للازهر بارك، تقريبا يعني نفس التصميم.
ف هوريكم بعض الفيديوهات هنا وان شاء الله تعجبكم، وانا انصحكم بيها صراحه لان هي نظيفه وفاضيه، هي مش زحمه. بس ما تجوش برضو خميس وجمعه، يعني خليكم في اي يوم بعيدا عن الخميس والجمعه. تعالوا بينا نشوف الفيديو. وده غراب عادي يا جماعه، ده غراب ممكن برضو تتصوروا جنبه. دي يا جماعة تذكرة الدخول للفرد 20 جنيه اهي، تمام. ودي تذكرة رسوم الكاميرا، هي تعبانة شوية بس تمام. 500 جنيه مصور حديقة الميرلاند، تمام. حلو، تستاهلي 500 جنيه بس كده. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. رأيي الشخصي او الريفيو اللي انا ممكن اعمله عن المكان، مكان حلو جدا، نظيف جدا، الخدمة فيه كويسة لحد ما، مهتمين عشان لسه متجدد وبقاله بتاع 6-7 شهور او سنة بالكتير او متجدد. فإلى حد ما المكان كويس جدا في التصوير، انصح بيه للعرايس لو هتصور فاشن ستيشن، تصور كابلز. زي ما قلت المكان ينفع كابلز، لو انت فوتوغرافر عايز تصور كابلز، عايز تصور ويدنج، عايز تصور خطوبة، المكان هينفعك جدا. اللي هو هادي، مفيش ناس كتير هتتفرج عليك، مفيش ناس هتضايقك، المكان نظيف يعني، يستاهل 500 جنيه تصريح. مش هتحس ان انت رميت فلوسك في الارض، لا المكان يستاهل ونضيف. وانا بحييهم صراحه على النظافه دي، لان الازهر برضه ما فيهاش الميزه دي. المكان واسع جدا وفي كذا فيو، بس المكان تعب من كتر الناس وقله النظافه. قله النظافه حاجه مش مريحه في التصوير. هنا المكان افضل من الازهر بارك بكتير جدا بمراحل، لانه لسه جديد ويعني لحد ما استهلكش كتير. فلا انصح بيه جدا، انصح بيه لو انت تصور اي حاجه. ان شاء الله هعمل لكم كذا فيديو كذا مكان واي لوكيشن هروحه وهصور لكم منه فلوج، وهطلعكم معايا وهعيشكم معايا كل احداث التصوير هنا. وبس كده، ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب، يعني بيتعب وبيشقى. ده نور اخويا يا جماعه الصغير، بينزل معايا اسيستنت. انا بحب ينزل معايا لان انا برتاح معاه اخويا. يعني اعملوا سبسكرايب برضو. نور عزت هو يوتيوبر بيقدم محتوى ترفيهي، محتوى كوميدي. الراجل ده بيقدم محتوى ترفيهي يا جماعه، فتابعوه وبس، واعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. الاستاذ دوت عشان بيتعب جدا بصراحه، واحنا بنتعب كل سيشن عشان نقدم لكم حاجه تبسطكم. و هي نور. بس كده، ما تنساش تعمل بقى لايك للبيج بتاعتي اسلام عزت فوتوغرافي، وتتابعنا على الانستجرام لو انت مش متابعني، اسلام عزت PH ده في السيرش، ويوتيوب اكتب اسلام عزت هيظهر لك كل فيديوهاتي، واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. واستنوني في ريفيوهات تانية ان شاء الله. اي مكان هروح اصور فيه وهطلعكم معايا وهعيشكم معايا كل اللحظات. كان معاكم اسلام عزت.